في الدنيا دي كل واحد فينا حكاية، الناس للناس. معانا دلوقتي المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة معانا لإنقاذ إنسان. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، منورنا، اهلا بيك. ربنا يخليك. في البداية أنا عارفة إن حضرتك مهندس، صح؟ الفكرة جات لك إزاي؟ الفكرة جت لما شفت مسن مشرد في الشارع ووضعه صعب جدا، وابتديت اساعده، وما لقيتش اي مؤسسة اهلية في مصر بتساعد اهالينا المشردين بلا مأوى. من هنا جات الفكرة ان احنا نأسس كيان يحفظ كرامة الانسان ويكون مخصص لرعاية اهالينا المشردين بلا مأوى. الكلام ده كان من كام سنة؟ 2012، يعني من حوالي 13 سنة. إيه الخطوات الأولية اللي أنت أخدتها علشان تعمل المؤسسة المهولة؟ يعني عايزة أقولك إن أنا مبسوطة جدا، يعني بجد، يعني بالناس اللي موجودة وبكلامهم. أوكي، فكلمني عن الخطوات اللي أنت خدتها علشان تمشي في الإجراءات عشان تعمل مؤسسة ضخمة زي دي. احنا كان مقابلنا تحديات كبيرة جدا، وبدايتها من بداية الترخيص. ما كانش فيه ترخيص في مصر لأهالينا المشردين بلا مأوى. قعدت 4 سنين عشان أحصل على ترخيص رسمي قانوني، وأنا بشتغل معاهم، وابتدينا السلم خطوة خطوة. من أول حالة، الحالة بقت 2، بقت 10، لحد ما النهاردة بقى عندنا أكبر صرح في مصر لرعاية أهالينا المشردين بلا مأوى. وبعد ما كنا غير قانونيين ومفيش ترخيص للنشاط ده، لا احنا معانا شراكة كمان مع وزارة التضامن الاجتماعي. كلمني عن دور الدولة. تمام، لما جيت أخدت الإجراءات كان إيه هي دورها؟ كان الأول في شوية صعوبات، لأن كان في استغراب للموضوع، وكان في بيكون عندهم دايما علامات استفهام. الفئة دي صعب التعامل معاها، وكمان عايزين يعرفوا انتماءاتك لإيه، أو إيه، هل انتماء سياسي أو خيري أو دين. ولكن جه وقت من الأوقات الدولة نفسها ركزت على الملف ده، ولقت إن هو ملف مهم جدا، وإحنا محتاجين فعلا نشتغل عليه. فمن هنا ابتدينا إن إحنا نحصل على الترخيص، وبقى لقينا تعاون كبير جدا من الدولة، وفي شراكات بيننا وبين الدولة حاليا. طيب، ده جميل. هل في عقبات أكيد بتقابلها لما بتشوف مثلا أي مشرد في الشارع، تمام، علشان تاخده وتقنعه إن هو يجي الدور؟ إيه العقبات مثلا، أو إيه أكبر العقبات اللي أنت قابلتها معاك؟ لا، احنا عندنا تحديات كانت برضو في البداية. لو بنتكلم على البداية، احنا كنا لما بننزل عشان ناخد حد من الشارع، كنا بنلاقي اهل المنطقة ممكن يمنعونا، ممكن يطلبوا لنا الشرطة. كانوا بيبقوا متخوفين مننا، انتوا هتاخدوه تعملوا بيه ايه؟ هل انتوا تجارة اعضاء، ولا انتوا هتستغلوه في ايه؟ فكانوا الناس مش متفاهمين. الحمد لله حاليا احنا نجحنا ان احنا نغير الفكر عند المجتمع، والنهاردة لما بننزل ناخد حالة بنلاقي أصلا أهل المنطقة هم اللي في استقبالنا، وهم اللي بيساعدونا. وأحيانا لو احنا مشغولين مش قادرين ننقذ الحالة، بيجيبوها لنا لحد عندنا. فبقى في الحمد لله تعاون. ولكن بقى بعد ما بناخد الحالة عندنا تحديات كبيرة جدا. عندنا تحديات ان احنا نعمل له أوراق ثبوتية، ما بيبقاش عنده أوراق ثبوتية. معظم الناس بيبقى مش عندهم مثلا زي يعني شهادة ميلاد مثلا أو بطاقة أو كده، صح؟ ما فيش اي حاجة خالص. انتي واخدة انسان في منهم مش فاكر اسمه اصلا، يعني غير واعي. بتوصلوا للموضوع ده بسهولة ازاي؟ احنا عندنا فرق انقاذ في جميع محافظات مصر، وعندنا متطوعين بيبلغونا بالحالات من خلال السوشيال ميديا، بيصوروا لنا الحالة ويبعتوا لنا الصورة والعنوان بالتفصيل على الصفحة بتاعتنا، وبيتحرك فريق الانقاذ لإنقاذ الحالة. وزي ما قلت لك، لو في منطقة فريق الإنقاذ مش متاح فيها، الأهالي بتتعاون معانا في نقل الحالة. ونقل الحالة مش هو الصعوبة خالص، إن الحالة بتتنقل في يوم، لكن هو بيعيش معاكي بقى سنين كبيرة. بيحتاج رعاية، بيحتاج دعم نفسي، بيحتاج دعم طبي، بيحتاج أكل، بيحتاج لبس، بيحتاج حاجات كتير قوي، حياة متكاملة. هل في حالات عندك دلوقتي في الوقت الحالي مفقودة الهوية؟ كتير، طبعا. يعني ما تعرفش مين أهاليها، ولا معهمش بطاقة ولا شهادة ميلاد؟ القليل عندنا اللي معلوم الهوية، إنما الأكتر اللي غير معلوم. ما احنا بناخد الناس في الشارع، ما بنبقاش عارفين هو مسلم ولا مسيحي، مصري أو غير مصري. هو بيبقى غير متذكر.
في ولا بيدعوا؟ لا لا لا، في متذكر وفي لا. هيدعي ليه؟ يعني في فئات بتبقى يدعي. في فئات بتبقى موجودة في الشارع، مش كلهم مشردين، ولكن في منهم بيبقوا زي ما بنسميهم الشحاتين، صح؟ بتفرقيهم عن بعض ازاي؟ من نظرة واحدة احنا عندنا خبرة نقدر ان احنا نحدد الشخص ده متسول ولا مشرد. اولا يعني هديكي شوية خبرات كده ادينا شوية. نقدر نفرق يمكن عشان الناس كمان برضو تبقى عندها فكرة، وهي لما تطلع حسنة مثلا. الياقة بتاعة القميص او الياقة بتاعة الجلابية. هو ممكن بيبقى عامل مكياج من بره ان هو مشرد عشان انت تتعاطف معاه، فلبسه بيبقى وسخ متبهدل مش عارف ايه. بص للحتة السبعة اللي بتبقى هنا، دي نظيفة ولا لا؟ لو دي مش نظيفة هو كده مفيش نظافة شخصية، الشكل الخارجي مطابق مع الشكل الداخلي. تمام. لو دي بقى يعني لو نظيفة يبقى هو عامل مكياج خارجي لكن داخليا لا هو نظيف. لو دي متسخة بنقدر نحددها. هو ما فيش مكان ان هو يقدر يستحمى فيه او ضوافره مثلا طويلة ولا مقصوصة، دقنه متحددة محلوقة آخر مرة امتى، لابس شراب ولا مش لابس شراب، لابس يعني لا، في حاجات كتير جدا احنا بنقدر نحدد الموضوع ده. وانتي اصلا مش محتاجة تحددي ده لسبب اخر، ان المتسول مش هيجي معاكي. يعني الراجل الشحات اللي قاعد بيشحت ده بيتربح من وجوده في الشارع، اكل عيش، وعنده بيت وبيكسب كويس من المكان ده، فاوريدي هو مش هيجي معاكي. لو عملت ايه مش هيجي معاكي. قابلت انت حالات زي قبل كده زي كده؟ كتير جدا، واحيانا احنا بنضغط عليهم عشان بيجوا ما بيكملوش وبيمشوا تاني. طيب كلمني عن الخدمات اللي بتقدمها الدار للمشردين اللي هم بيجوا. زي ما ذكرت، حياة متكاملة، مفيش خدمة الدار ما بتقدمهاش. زي ما قلنا، من الخدمات الطبية والصحية والنفسية، الخدمات الاجتماعية بجميع أنواعها. يعني النهاردة في حالات بناخدها بيبقى محتاجة عمليات، بتبقى محتاجة أدوية. هل بتتكفلوا بكل قيمة العملية، ولا الدولة بيبقى ليها مثلا جزء بتتبرع بيه؟ لو الحالة عنده بطاقة، وده نادرا لما بيبقى معانا، ده بيتيح ان احنا نقدر نعمل العملية على نفقة الدولة. لكن لو الحالة ما معهوش اوراق ثبوتية، لا طبعا ما بنقدرش، لازم احنا نتكفل من خلال التبرعات طبعا على العملية دي بشكل كامل. هل في حاجات ترفيهية مثلا بتقدموها مثلا للمشردين اللي بيجي يسكنوا معاكم في الدار؟ احنا خلينا متفقين ان مفيش حاجة ما بنقدمهاش. حتى الجانب الترفيهي احنا واخدين بالنا، زي رحلات او رحلات، مصايف، بنعمل حاجات ترفيهية، بنعمل مثلا تجمعات بشكل مستمر في المناسبات. يعني عيد الأم تلاقينا عاملين حفلة، لسه رأس السنة اللي هو لسه في خلال الشهر ده عملنا حفلة، بيكون في رمضان بنعمل فطار جماعي وبنتجمع كلنا ونفطر مع بعض. لا، بنحاول ان احنا نسعدهم، لان الجانب الترفيهي ده بيأثر أثر كبير جدا على الجانب النفسي، وده بيساعدنا في سرعة شفائه. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا قبل ما اعمل لقاء مع حضرتك، انا قعدت مع ناس كتيره بره، اوكي، الناس كلها مبسوطه بالخدمات اللي حضرتك بتقدمها لها، والناس اللي هي يعني ما اعتقدش ان هم يتمنوا ان هم يمشوا من هنا. فانا بجد انا فخوره بحضرتك والامتيازات اللي انت بتديها للناس، يعني والانبساط والراحه النفسيه اللي هم وصلوا لها دلوقتي. فكل ده مجهود كبير من حضرتك، انا بشكر حضرتك عليه. والله أنا اللي بشكركم إن أنتوا بتسلطوا الضوء على أهالينا المشردين بلا مأوى، لأن هم أصعب الحالات وفعلا هم محتاجين دعم. واللي احنا بنعمله معاهم ده بنعمله كحب. أنا متطوع مش موظف، يعني أنا مش مجبر أعمل أي حاجة من الحاجات دي، ولكن أنا بحب ده وببقى سعيد زيهم لما بقدر أسعدهم. في الدنيا دي كل واحد فينا حكاية، الناس للناس.